ايه حكايه الشيك بتاع جوجل؟ فكره العمل من المنزل، ايه طرق هم عندهم؟ احد الطرق طبعا، دي مش كل الطرق، احنا الحلقات فاتحينها في الاستثمار الالكتروني، فكره ان احنا نجيب فلوس من الانترنت، حاجات كتير، في مزادات الكترونيه، في تجاره الكترونيه مهتمين بيها جدا، في استثمار في افكار على الانترنت، في ناس بتبيع لوحاتها. دايما هنشوف ايه الحواديت دي، لان في ناس بتجيب فلوس من الانترنت، في ناس عندها شيكات وبس الشيكات برصيد يعني. محمد علي اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومحمد عمر اهلا بيك. انتوا مخضوضين ليه الاول؟ لا عادي مفيش اي حاجه خالص. مش ايه الخضه دي؟ لا، مش اي تي شو ما فيهوش حاجه، ده انتوا يعني شياطين الانترنت، ما فيش عشان مشاكل الضرايب عندكم. بس. احنا بس خايفين من عشان الضرايب، لا عشان ياخدوا عشان بالنا الضرايب. عشان أنشطة محمد علي انت طالب؟ انا طالب في كليه هندسه القاهره سنه ثالثه. سنه ثالثه. محمد عمر طالب برضه في سنه ايه؟ في هندسه سنه ثالثه. سنه ثالثه. محمد علي، عاوز اعرف انت شاب عادي لطيف مصري، انت منين؟ انا من الهرم. من الهرم، من القاهره. جات لك فكره ان انت تستثمر على الانترنت او ان انت تقدر تجيب فلوس ازاي؟ والله انا كنت بدخل على النت من حوالي مثلا 3 4 سنين كده. كنا بندخل نلاقي الشباب مثلا يدخلوا على الياهو ويعملوا شتات عاديه يضيعوا وقتهم. طب احنا قلنا ليه ما نستفدش من النت ده، يعني استفاده نعمل منها مثلا فلوس او نعمل منها استفاده او اي حاجه. فدخلنا لقينا ان في ناس كتير قوي على النت، هي الموضوع ده مشهور بره يعني، بيقدروا يستفيدوا من وقتهم على الانترنت. وفي انواع كتير قوي للشغل، يعني انت ممكن تشتغل اي حاجه على الانترنت زي ما انت عايز يعني مثلا ممكن ان انت في لعبه اسمها سيلك روت، ممكن تدخل تعمل الاكونت، مجرد ان انت بتلعب ووصلت لمرحله معينه ممكن تبيع الاكونت ده مثلا ب $50 او ب $100. في ناس بتشتري؟ في ناس بتشتري كتير جدا طب لان انا عاوز نشوف الشيك، والنبي نشوف على الشاشه الشيك بتاعنا ده اللي موجود، عشان الشيك ده مجنني وانا مش عارف المبلغ بتاعه قد ايه، فبرضه عاوزين نفهم. فانت جات لك الفكره من سنه ان انت تستثمر عموما على الانترنت. ان انا استفيد من وقتي الشيك على ده بقى الإنترنت. بكام الاول؟ عاوزين نشوفه. بكام الشيك ده؟ مش ده الشيك بتاعكم ولا بتاع لا حد هو تاني؟ الشيك ده الشيك ده احنا- يثبت ان في ناس بتاخد فلوس من على الانترنت. انتوا ما جبتوش الشيك بتاعكم؟ لا، احنا الشيك الشيك بتاعنا بتاعنا نسينه، بس احنا بعت لها صوره. نسيت؟ خفته؟ لا مش حكايه مش خوف، نسيت. بس بس هو ده يعني ده يثبت ان في اكبر شيك فعلا. جالكم بكام من جوجل؟ اكبر شيك انا ما اتكلمش على نفسي، عشان جوجل ده انا مثلا داخل معاها بقالي 6 اشهر، انما اكبر شيك من جوجل لا انتوا، مش انا عاوز على نفسك، مش عاوز عموما. هو $100، لان هو جوجل انت بتحدد لو عايز تدفع كل $100 جوجل هتدفع لك كل $100 انت جالك شيك بكام؟ ب $100 بس؟ اه مش اكتر من كده. وانت؟ انا جالي شيك ب $250. بس مش اكتر من كده. طيب انت عموما جات لك الفكره ان في اجواء استثمار على الانترنت. طيب هجي لك لسه في الحدوته بتاعتك فلوسك دهيت. محمد عمر، انتوا تعرفوا بعض من قبل ما تستثمروا في جوجل؟ انا وهو داخلين، انا عارفه اصلا من الكليه. فانا اصلا دخلت النت، اللي هو انا كنت بخش انترنت الاول دايل اب. فانا في شهر كنت بخش شات وجالنا فاتوره مثلا 800 جنيه. فانا فاتوره ايه؟ فاتوره التليفون 800 انت جنيه ما عندكش دي اس ال؟ لا، ما كانش عندي في الاول. فانا قررت ان انا اللي هركب دي اس ال ومش هعتمد على اهلي. فانا رحت قلت لازم اجيب من فلوس من الحاجه اللي انا بحبها، انترنت. فكتبت في جوجل ورك فروم هوم. كميه المواقع اللي هي بتشرح لك ازاي تكسب من الانترنت اصلا الامريكان والاجانب عاملينها كميه كبيره جدا. الامريكان مهتمين يجيبوا فلوس من على الانترنت، مش شات يعني. الشباب ازاي ان هو يجيب فلوس من على النت. ايوه تمام. فانت جوجل ده مثلا مثال. جوجل ده اسهل حاجه ممكن اي شاب عربي يعملها. انت ممكن حضرتك تعمل بلوج او مدونه وتعملها عن اي حاجه، حتى لو على حياتك الشخصيه، وتحط عليها اعلانات جوجل، تديها لاصحابك، تنشرها في شات، تحطها في منتديات، او لو حد دخل داس بس على اعلان جوجل انت بتاخد فلوس انكم. حتى انت بتعمل موقع وتسيبه، تخش على موقع تاني تعمل موقع وتسيبه. لا انا ثانيه واحده، عشان احنا طبعا استضفنا مدونات كثيره، بس انت دلوقتي بتفتح فكره تانية. يعني دلوقتي انا عندي مدونه، اعمل ايه عشان اكسب منها؟ حضرتك حاجه سهله قوي. انت هتروح لجوجل ادسنس. جوجل ادسنس ده ايه؟ وسيط بين المعلن وصاحب المدونه. مثلا حضرتك مدونتك عن العربيات، وانا بقى عندي مصنع عربيات، عايز اعمل اعلانات لواحد ناس مهتمه بعربيات. فمين مهتم بعربيات؟ واحد هيخش على مدونه العربيات. فانا هروح لجوجل ادسنس اقول لها والله انا عندي موقع عربيات. اروح ازاي؟ اروح بالايميل عشان الناس ما تفهمش غلط. انا هخش على موقع www.google.adsense. اه بعد كده هروح هقدم موقعي، اقول لهم موقعي ده على عربيات. فهو جوجل هتديك كود تحطه في الصفحه. الكود ده كود اعلان لمصنع عربيات. فانت لو واحد مهتم بالاعلان ده هيدوس عليه، فانت اول ما هو يدوس عليه انت هتاخد فلوس. اي كليك. طب الكليك جوجل بيحسب 1 كليك بكام؟ على حسب الترافيك ده اللي هو الزوار اللي بيجوا لك. لو مثلا كليك عربي، عشان تقريبا مثلا 90% عرب ما بيشتروش حاجه من الانترنت، الكليك دي مثلا ممكن توصل 5 سنت. انما لو كليك اجنبي مثلا امريكي او كده ممكن توصل $1 او $2.